مرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من دنيا تك. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، أبل تطرح ساعتها الجديدة أبل ووتش في 2 من يونيو المقبل. أكدت عدد من التقارير تطوير شركة أبل للجيل الثاني من ساعتها الذكية أبل ووتش 2 وفقا لتسريبات عدد من الشركات المزودة لمكونات ساعة أبل الذكية. ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا يفيد بإطلاق أبل ووتش 2 يونيو المقبل. مواصفات أبل ووتش 2: ستزود أبل ساعتها الذكية الجديدة بعدد من المزايا والمواصفات شديدة التطور، ومن أهمها عمر أطول للبطارية جنبا إلى جنب، تصميم أخف وأنحف، وشاشة أفضل، وكاميرا أمامية تتيح للمستخدمين محادثات الفيديو، بالإضافة إلى عدد من التسريبات التي تؤكد أن الساعة الذكية ستزود بخواص اتصال أكثر تطورا للربط بينها وبين هواتف آيفون دون الحاجة إلى البلوتوث. وستطرح أبل نسخ أغلى من ساعتها القديمة، يبدأ سعرها من $1000 ليصل إلى $10,000 لنسخة المصنوعة من الذهب. وأيضا في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، فيروس جديد يفتك بأجهزة أندرويد. ظهر في متاجر غير الرسمية تبيع تطبيقات للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد فيروس غير قابل للحذف. جاء ذلك على مدونة شركة لوك أوت المتخصصة في الحماية المعلوماتية للهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية وأجهزة لابتوب. ويتوزع هذا الفيروس الضار تحت ستار برامج التطبيقات المستخدمة على فيسبوك وتويتر وواتساب، وتتطابق برمجيتها تماما في معظم الأحيان مع البرمجيات الحقيقية، لذلك من الصعب جدا التعرف عليه. يتفادى الفيروس ولدى تحميل البرنامج الضار نظام حماية أندرويد ليتسلل إلى المعلومات الخاصة بالمستخدم بما فيها كلمات المرور، ولا يمكن للمستخدم معرفة أن جهازه المحمول مصاب بالفيروس إلا من خلال مشاهدة دعاية تجارية يستحيل حجبها تماما، ولا يستطيع المستخدم القضاء على هذا الفيروس بنفسه. وقال الخبراء في شركة لوك أوت إنه على المستخدمين مراجعة المختصين ليقوموا بضبط جهازهم المحمول، إذ إن إعادة تحميل وتشغيل الجهاز المحمول لا تنفع.